السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة جيت لكم بجولة في التسريحة بتاعتي والحاجات اللي بستخدمها، ودلوقتي هعرفكم على كل المنتجات دي وايه هي فايدتها معايا وايه اللي انا استفدته منها وتجربتي الشخصية معاها. يلا بينا نشوف الفيديو. اول حاجة هبدأ اكلمكم عن الماسكات اللي انا بستخدمها. ماسك عشان تعرفوا ايه فوائده وهو بيعمل اول منتج معانا وهو ماسك الفحم. ماسك الفحم ده بتاع الرؤوس السوداء من ماي واي. طبعا يا جماعة الماسك ده مش حلو قوي، يعني مش بيشيل الرؤوس السوداء تماما، هو بيشيلها بس مش بيشيلها تماما. طبعا زي ما انتوا شايفين اهو، ده هو ده كده زي ما انتوا شايفين بيكون ايه اسود، بس عشان الفلاش هو طالع زي رمادي كده. بس هو ده اول ماسك. تعالوا نشوف الماسك التاني. تاني منتج معانا وهو الماسك ده. الماسك ده اسمه بونانا، اسمه بوبانا. تمام. الماسك ده يا جماعة انا جربته الصراحة رهيب جدا وفعال جدا جدا جدا. ده قناع طامي بأملاح البحر الميت. تعالوا نشوفه من جوه. ودوت شكله من جوه. طبعا انا فاتحاه ومستخدماه. المنتج يا جماعة جميل جدا وبيستخدم، يعني ايه، انا بستخدمه اسبوعيا. يعني ده الماسك بستخدمه اسبوعيا. تمام. وهو جميل جدا اهو مكتوب عليه. يلا نروح على المنتج التالت. الماسك التالت معانا وهو ماسك زي ما انتوا شايفين، ده ماسك الحليب. بيعمل ايه؟ بينظف البشرة وبيزيل الدهون. تمام. طبعا يا جماعة الماسك ده رهيب وجميل جدا. طبعا زي ما انتوا شايفين يا جماعة هو تقريبا قرب يخلص. شايفين؟ جميل جدا وفعال وبينظف البشرة وبيزيل الدهون اللي عليها. يعني مش كلامه بس، جميل. جربوه اهو، ده شكله. يلا نروح على المنتج اللي بعد كده. وده الكريم. ده كريم مش ماسك. تمام. اسمه هو ده يا جماعة فار لوفلي. تمام. ده بيبيض البشرة. ده كريم يعني بيبيض البشرة. وده شكله من جوه. طبعا انا مستخدماه واستخدام استخدامه يعني حلو، بس مش بيدي النتيجة اللي انا عايزاها. تمام. فده مش احسن حاجة. اللي بعد كده، وزي ما انتوا شايفين دي المنتجات اللي انا لسه مكلماكوا عنها من شوية. ندخل بعد كده على كريمات الشعر. اول حاجة يا جماعة معانا كريم الفيف. ده يا جماعة اللي مش عارف الشركة دي رهيبة جدا ومنتجاتها تحفة. انا بستخدم المنتجات بتاعتها جميلة جدا. ده كريم لتساقط الشعر او للشعر الضعيف. شايفين يا جماعة؟ هو ده ده بديل الزيت. ده لتساقط الشعر. في منه شامبو وحاجات زي كده، بس ده جميل جدا. وبصوا ده شكله. وده يا جماعة شكله من جوه اهو. هو ده ابيض كده وجميل. دوت جميل جدا. انصحكم لو شعر متساقط او ضعيف فده احسن استخدام واحسن اختيار ليكم. المنتج اللي بعد وتاني منتج زي ما انتوا شايفين هو ده. ده كريم بشمع العسل وكمان بجوز الهند. زي ما انتوا شايفين اسمه واكس بلوك. ده جميل جدا وبينعم الشعر وزي حمام كريم كده، ممكن تستخدميه ككريم او حمام كريم. ده شكله من جوه. انا برضو مستخدماه والنتيجة صراحة جميلة جدا. انصحكم تجربوه. وده تاني كريم برضو للشعر زي ما انتوا شايفين اهو. اسمه يا جماعة كان زوفا بندورة. ده طبعا يا جماعة الكريم ده حلو. شايفين انا مستخدمه فيه قد ايه. هو ده
جميل جدا للشعر وبينعمه. نروح بقى بعد كده على قسم الريح، وزي ما انتم شايفين ده قسم الكريمات اللي انا كنت بكلمكم عنه، وده قسم الماسكات. دلوقتي هنتكلم عن الريح، وزي ما انتم شايفين ده قسم الريح. شايفين ده الريحة دي اسمها زهرة الخليج. طبعا يا جماعة ريحتها جميلة جدا. بصوا هي اصلا قربت تخلص. دي كانت اول ريحة. تاني ريحة هي الريحة دي فرنسية، وزي ما انتم شايفين يا جماعة هي قربت تخلص برضو. ريحتها يا جماعة تحفة رهيبة جدا. الريحة دي ريحتها جميلة. بعد كده الريحة دي زي ما انتم شايفين دي الماركة بتاعتها. الريحة دي ريحتها. وبعدين يا جماعة الريحة دي بقى ريحة جميلة جدا، احسن ريحة. شايفين العلبة بتاعتها الريحة. في بقى بعد كده الريح دي بتبقى ريح بسيطة كده، بنجيبها من عند اي حد عطار او كده، او بيصنع عطور. مش عطار، اللي هو بتوع اللي هو بيصنع العطور. دي يا جماعة ميزتها اللي هي خفيفة كده، وتقدر تشيليها في اي حاجة، عاملة زي القلم اهو. هو ده. وريحتهم طبعا جميلة جدا. في منها كذا ريحة يعني. وبعد كده يا جماعة ده قسم المناديل. في هنا مناديل ورقية، وهنا مناديل مبللة. ما تستغربوش ان انا جايبة مناديل اطفال، لان انا بحب ريحة الاطفال جدا، بالذات في المناديل المبللة وكده اهو. زي ما انتم شايفين ريحتهم بتبقى طبعا يا جماعة ريحتهم بتكون جميلة جدا. وهي دي قسم المناديل. وبعدين يا جماعة الغسول ده من كلين كلير. ده غسول البشرة العادية، اللي هي سواء كانت عادية او مختلطة. الغسول يا جماعة ريحته جميلة جدا. هو بمية الورد والعسل، وبينضف جامد يعني. فانصحكم برضو تجيبوه. تقريبا العبوة بتاعته رخيصة ب15 جنيه. وبعد كده في الامشاط. طبعا يا جماعة المشط الخشب ده احسن بكتير جدا من المشط البلاستيك. طبعا يا جماعة في مشط زي كده بيكون السنون بتاعته مش حلوة كده، فده ما انصحكوش بيه. ده هو المشط الانسب. شايفين السنون بتاعته عاملة ازاي وجميلة. طبعا ده كان قلب عندي، فانا استغليته وحطيت فيه الدبابيس بتاعتي. وطبعا زي ما انتم شايفين هنا في دبوسين فيونكة للخمار. طبعا لو عايزين طريقتهم اكتبولي في الكومنتات تحت. وده المونوكير في كذا لون، وفي كمان في اللون الازرق ده والاحمر، وكمان اللون ده، وده كمان في هنا. وده اسوره، وكمان خاتم. ودي علبه كده زي ما انتم شايفين جميله، فانا استغلتها ان انا احط فيها الاكسسوارات بتاعتي. طبعا في اكسسوارات تانية، لو عايزين برضو قولولي وانا هعمل لكم فيديو. ودي ادوات تنظيف الاظافر زي الفرشة والمبرد، وكمان ده بيشيل اي جلد ميت. ودي يا جماعة كانت الجولة في تسريحتي. فما تنسوش لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك، وكمان تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.